ممكن تكلمنا عن فضل الإطعام في الأيام دي، ويعني إيه إطعام في يوم ذي مسغبة؟ مسغبة يعني مجاعة. إطعام الطعام ده هو أفضل الأعمال في ديننا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإيمان أو الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن سلام، وكان يهودي، فطلع في وسط الناس يشوف مين النبي، هل مواصفاته زي ما مكتوب عندهم في التوراة؟ قال فلما رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب صادق، فكان أول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إطعام الطعام ده لما أنت بتأكل واحد جعان أنت بتصلحه على ربنا، لأن البشر من أقوى علاقتهم بربنا عن خلال الرزق. فاللي جعان ده وانت تشبعه انت بتخليه يبص كده ويقول شكرا يا رب، يا ما انت كريم يا رب. تعملوا ايه النهارده؟ جايين لكم فيديو حلو قوي بنحضره بطل لك يا ايوه بنحضره كل سنه. بنعمل اطعام كل سنه لمحمد الله يرحمه ويسامحه يا رب. فجهز اول حاجه النهارده التمر. تمام، بنجهز التمر بنكيسه وبنقفله، الولاد بيحطوه في الاكياس وانا بدبسه عشان بكره ان شاء الله يبقى معانا الاكل. بس اخرنا ما يبقاش علينا ضغوط اضافيه. ايوه، ويعني بنحاول ان احنا ننجز على اساس بكره ما نتضغطش، عشان انتوا عارفين الحاجات دي كلها المفروض تطلع قبل الفطار، تبقى جاهزه كلها وتتوزع قبل الفطار. فربنا يا رب ان شاء الله يبارك في عمر بابا وماما يا رب ويديهم الصحه، وربنا ما يقطع لنا عاده ويجعلنا دايما يا رب نعملها، ويجعلنا دايما فاكرين وان شاء الله ونعمل له الاطعام ده، وان شاء الله يبقى في الزياده كمان. يعني ما يجيش علينا سنه ان احنا نعديها كده، لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديم علينا النعمه دي. وخلاص احنا يعني بقى موضوع الاطعام حاجه اساسيه كل رمضان بالاخص، حتى لو عملنا في فتره السنه العاديه برضو لازم المره بتاعت رمضان. احنا بنعمله في رمضان عشان بيبقى افطار يعني ان شاء الله ياخد ثواب اطعام صائم، لان في رمضان بيبقى ليها اجواءها وان انت بتطلعيها افطار صائم، فطبعا دي يا رب يجعلها في ميزان حسناته. وانا حبيت ان انا اشارك معاكم ده. السنه دي الموضوع اختلف شويه، ريان كان صغير لغايه السنه اللي فاتت، السنه دي واعي وبيعمل معانا. ايوه اعمل 3 في الكيس. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ برافو، وريني. 3. لا دول 2 ناقصهم واحده. حط فيهم واحده كمان. مان برافو. امسكوا لي بصوا خلصتوا تكيس، كل واحد بقى يجمع لي كيس، ادوني الاكياس. راجع على الكيس عشان ممكن ريان يكون حاطط اكتر من واحد. انا اللي هراجع. وبص تعمل ازاي، شايف الكيس؟ انت بتصوري كل 3 ثانيه. بص الكيس اتني ثانيتين. بص ماما انا اللي هراجع. اتني الكيس ثانيتين وادول يا دبس على طول. شاطر. انا هراجع ان هم التلاته يعملوا معاكي، ريان هيعمل اللي عنده. هم على فكره هم خلصوا، انا اللي لسه ما خلصتش. محمد بيساعدنا بيعمل معانا، صح يا محمد؟ يا جماعه لقيت واحده وعمر مش عارف وقع من مين. خليها جنبك، واكيد لو في كيس ناقص حط فيه. مفيش تمر تاني. لا ما احنا بيقول عملنا لك يان ابلح، انت قلتي محمد، وعمر هو بيقول لك ويان ابلح. يان برضو بيعمل معانا، وروفان بتعمل معانا، عمر اهو بيعمل معانا، وروفان كلهم بصراحه بيشاركوا معانا. بصي يا محمد انا هدبس، واللي هدبسه انت اسنده وراك كده. في الكيس اللي كان فيه البلح خليه يحط فيه الكيس اللي كان فيه البلح. ايوه جمعوا فيه الكياس اللي تدبسوه. حاضر يا جماعه شاطرين، برافو. لا لو قدرت ان انا اصور لكم مقتطفات كده من الاطعام هعملها يعني ان شاء الله. انا بحب انها تبقى ذكرى برضو على القناه، ربنا ما يقطع لنا عاده يا رب. دباسه في ايديك، ربنا ما يقطع لنا عاده ان شاء الله، ويا رب كده يديم علينا نعمه ان احنا دايما نعملها. وشاركنا الولاد فيها قبل كده، كانوا صغيرين شويه كانوا بيشاركوا معانا على قد ما يقدروا. السنه دي برضو واعيين اكتر، فاحنا عايزينهم يتعودوا على ده عشان ان شاء الله ان شاء الله تبقى حاجه اساسيه معاهم، بعد عمر طويل يبقوا هم كمان متعودين على كده ويفتكرونا بده. الحاجه اللي احنا بنزرعها فيهم وهم صغيرين
اكيد هتكمل معاهم بقيه حياتهم، يعني ربنا يديهم الصحه وطول العمر ويجعلهم يا رب ولد صالح يدعو لينا يا رب، اللهم امين يا رب. الله كل سنه ان شاء وانتم الله طيبين. ربنا ما يقطعها عاده ابدا. يلا نقول كلنا ايه؟ يلا كل سنه وانتم طيبين. يلا قولوا كل سنة وانتم طيبين. ورمضان كل سنة وانتم طيبين. دوسوا على اللايك، دوسوا على اللايك هتلاقوها كده، ودوسوا على الجرس، ودوسوا على زر الاشتراك بس، وهيوصل لكم كل جديد. برافو. يلا حتى لايك اشتركوا في القناة ما تنسوش. حطوا ايه يا انوش؟ حطوا ايه؟ بلح. حط لا انت بتحط بلح، هما يحطوا ايه؟ بص قول يحطوا لهم ايه؟ كده لايك، قول لهم حطوا لايك. لايك لايك لاكي. لاكي. يلا ودينا اهو بنعمل الوجبات يا جماعه. عزه اهي شغاله. حطوا لايك بقى بتاعتنا. باقي نص ساعه على الفطار، هننزل بقى نوزع يا جماعه. هنقفل كده وبنخلص الباقي اهو. هنحط العصير، جايبين عصير وتمر مع كل وجبه. ونقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ايه فيديو النهارده يكون عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم كنا ورحمه الله عبينا نص وبركاته. الكميه، خلصت اول حله رز وكان لسه باقي معانا حله تاني، فقلنا ان احنا نوزع دول. يعني جزء مننا بقى ينزل يوزع والباقي يستنى، والباقي يعبي الجزء التاني. والولاد كانوا بيجهزوا المعالق هنا، وبدأوا يفتحوا لنا في الكراتين بتاعه العصير ويدونا واحنا نرص. بقيت احط فوق كل 3 وجبات العصير بتاعها، على اساس لما بقينا نحطهم في الشنط بقينا نحط عدد الوجبات معاها عدد علب العصير واكياس التمر وعدد المعالق، يعني في كل شنطة شاملة عصيرها والتمر والمعالق بتاعتها، عشان اللي ياخد يوزع يبقى الموضوع بالنسبة له سهل ان هو يطلع كل حاجة. اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله. اقول لكم الاطباق خلصت واحتاجنا اطباق تانية، كان ربنا مبارك قوي الحمد لله. واجمل حاجه ان الحمد لله برضو الوجبات كانت حلوه جدا، كمياتها الحمد لله كويسه، مش قليله الحمد لله. وجبه تكفي فرد محترمه كويسه. وفي نفس الوقت اكتر حاجه فرحنا بيها ان احنا خلصنا توزيع اخر وجبه قبل ما المغرب يأذن الحمد لله، رغم ان كان في اماكن يعني في اماكن بعيده عننا وفي اماكن قريبه، بس الحمد لله خلصنا كله قبل اذان المغرب. خلصت يا بنات الحمد لله، خلصنا وجبات الإطعام وزعناها الحمد لله. الأذان بيأذن الحمد لله. تم اليوم على خير وألف حمد وشكر يا رب، وربنا يجعلها في ميزان حسنات أخويا يا رب، وربنا يديم علينا النعمة دي إن احنا نفضل دايما يا رب فاكرينه، ويرزقنا إن شاء الله باللي يفتكرنا إن شاء الله. ربنا يرزقنا باللي يفتكرنا من أولادنا بعد عمر طويل.